أهلا بكم في قناتي كروشي هاجر. في هذا الفيديو راح نوريكم طريقة عمل تركيب الأجزاء. الآن كما راكم تلاحظوا هنا كنا عملنا الخيط، ركبنا الإبرة، راح نركب الجسم مع الرأس. بعد ما كنا عملنا حشو بالصوف، الآن راح ننسج بهذه الطريقة. ندخل الإبرة، نسحب الخيط. بالنسبة للجزء العلوي الآن نأخذ الجسم غرزة بهذا الشكل. لاحظوا معي الطريقة. بالنسبة للرأس راح نأخذ بهذه الطريقة. لاحظوا معي هنا كنا خلصنا عمل تركيب الرأس مع الجسم. راح نخفي الخيط دائما داخل. لاحظوا معي الطريقة هنا اللي تحصلنا عليها. هذا هو الشكل بعد ما عملنا خياطة الجسم مع الرأس. بعد ما ركبنا الجسم مع الرأس، لاحظوا معي في الفم راح تخلفي هنا غرزتين عفوا حلقتين بهذا الشكل، وثبتي الفم. أيضا بالنسبة من الفوق عندنا 1 2 3 4 5 6 7. راح تخلفي 7 حلقات وثبتي أيضا بهذا الشكل الفم. راح نعمل خياطة. راح تجيبي الإبرة، راح نخيطه بهذه الطريقة.
لاحظوا معي البنات، هنا كنت عملت حشو من الصوف للفم. هذه هي الخياطة راح نعتمد عليها. هذه هي طريقة الخياطة. إذن راح نكمله بنفس الطريقة على كامل الفم. لاحظوا معي هنا بعد ما ثبتنا الفم خرج لنا بهذا الشكل. الآن راح نجيب اللون الأسود، نثبت الإبرة مع الخيط، راح ننسج العيون. لاحظوا معي الطريقة اللي راح نعمل بها العيون. هنكرر الخيط مرتين أو ثلاث حتى تتشكل عندي العين بهذا الشكل. نأخذ مرتين، نثبت العين الأخرى، نفس الشيء العين الأخرى. احنا تحصلوا على العيون بهذا الشكل. أيضا بالنسبة للخيوط راح نخفيها من الداخل. الآن بالنسبة للأذن راح نثبتهم بهذا الشكل. نخلف عندنا 1 2 3، نثبت الأذن، خلفه 3 حلقات. حنثبتوا الخياطة من بعد راح نأخذ الغرزتين مع بعض، نسجها بهذا الشكل. بالنسبة للأذن الأخرى لازم تكون متساوية مع الأذن. أيضا راح نخلف 3 حلقات، 1 2 3، ونثبت. بهذا الشكل. لاحظوا معي هنا كنت عملت خياطة للأذن، خرجت لي بهذا الشكل. حنوريكم طريقة عملها بالنسبة للأذن الأخرى. لاحظوا معي هنا ثلاث حلقات،
راح نثبته ونأخذ غرزتين مع بعض بهذا الشكل. وثبتوا الأذن مع الرأس. نأخذ الغرزتين في نفس الوقت راح نثبت على الرأس بهذا الشكل. حاولوا انه ما تكونش مستقيمة، راح تعملوا قوسة بهذا الشكل في الأذن. القياس اللي احنا نعتمدوا عليه هنا راح يكون تحت العين مثل هذا الشكل، راح يكون في هذا المستوى. أيضا بالنسبة للأذن الأخرى راح تكون في هذا المستوى تحت العين. راح نكمل الخياطة. راح تخرج بهذا الشكل. نطويها بهذه الطريقة. الآن راح نخفي الخيوط دائما من الداخل. كنا خلصنا عمل الأذنين. الآن راح نثبت الذراع بهذا الشكل. الخياطة راح تكون على شكل دائري بهذه الطريقة. راح نعمل خياطة بهذا الشكل. بالنسبة للذراع الأخرى أيضا الأرجل طريقة التثبيت راح تكون بهذا الشكل. الحلقة الأولى الثانية راح نثبت.
هنا كنا بعد ما ثبتنا الأجزاء القدم واليد بالإبر. الآن هذه الإبر راح تساعدني للخياطة. لاحظوا معي هنا كنت ثبت الذراع على شكل دائري بالخياطة، بنفس الخياطة اللي عملناها في الفم راح تعتمدي عليها على كامل الأجزاء. أيضا بالنسبة للرجل، الرجل الثانية أيضا بنفس الطريقة. هذه الخياطة راح نعتمد عليها. نأخذ الغرزة من القدم ونثبتها في الجسم بهذه الطريقة. راح نكمل الخياطة القدم. لاحظوا معي البنات هنا بعد ما ركبنا جميع الأجزاء كنا تحصلنا على هذا الشكل. الآن بالنسبة للبابيو راح نوريكم طريقة عملها. الآن نجيب اللون الوردي ونعمل عقدة. الآن راح ننسج سلسلة فيها 18، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 بهذا الشكل. هتحصلوا على هذا الطول. والآن راح ننسج حول السلسلة. لاحظوا معي خلف الغرزة السلسلة الأولى، في السلسلة الثانية راح ننسج غرزة الإكس بهذا الشكل. في الغرزة الموالية راح نعمل لفة ننسج غرزة نصف عمود بهذه الطريقة. الآن راح نعمل لفة حول الكروشيه وننسج عمود بلفة. ننسج هنا نسحب مرتين مرتين، أيضا عمود بلفة مرتين مرتين. الآن راح نعمل لفتين حول الكروشيه وننسج عمود بلفتين بهذه الطريقة. نسحب مرتين مرتين مرتين، راح ننسج عمود واحد بلفتين. الآن نعكس العمل، راح ننسج بلفة واحدة أيضا عمودين، واحد العمود الأول والعمود الثاني بلفة واحدة بهذا الشكل. الآن راح نعمل لفة وننسج نصف عمود ونسحب الخيط مرة واحدة. ننسج الغرزة الأولى غرزة الإكس عادي. لاحظوا معي الشكل اللي تحصلنا عليه. الآن بنفس الطريقة راح نعمله في الجهة الأخرى. لاحظوا معي أيضا غرزة نصف عمود وننسج غرزتين عمود بلفة واحدة. عندنا العمود الأول والعمود الثاني بهذا الشكل. الآن نعمل لفتان وننسج عمود بهذا الشكل. نعمل لفة واحدة وننسج عمودين بلفة واحدة. عندنا العمود الأول والعمود الثاني. الآن راح نعمل نصف عمود، وآخر غرزة عندنا هنا راح ننسج غرزة الإكس بهذا الشكل. راح نثبته مع الجانب الآخر ونسحب الخيط بهذا الشكل على شكل منزلقة. هذا الخيط راح نعملوه للخياطة. راح يكون هذا الشكل اللي تحصلنا عليه. الآن بعد ما ثبت الإبرة مع الخيط
مبدئيا راح نعمل خياطة بهذا الشكل. راح نثبتها على جسم بهذا الشكل. لاحظوا معي راح نلف الخيط بهذا الشكل. نكرر مرة ثانية. الآن هنعملوها بهذا الشكل. راح تخرج لي البابيو بهذا الشكل. إذا لتثبيت الخيط راح نثبتوه من الداخل لإخفاء الخيوط. الآن راح نثبتو علاقة المفاتيح بهذا الشكل. نأخذ الخيط نعمل سلسلة نعمل سلسلة ثانية بهذا الشكل وراح نثبتها في الجزء هنا. كنا خلصنا عمل علاقة المفاتيح وخرجت لنا بهذا الشكل كثير مميزة وطريقتها سهلة جدا. أنا كنت عملت هنا 4 أجزاء للفيديو، هذا لتسهيل طريقة عملها. إذا أي سؤال أو استفسار اكتبوا لي تحت في التعليق.
ما تنسوش أخواتي الاشتراك في القناة وتفعيل جرس يصلكم كل ما هو جديد بإذن الله، ولايك للفيديو. إذا عجبكم الفيديو تقدروا تعملوا لي تشكرات تلقاوها أسفل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.